بما ان النهاردة الفكرة رقم 10 والأخيرة من سلسلة 10 أفكار ممتعة وسهلة من البايب كلينر، حبيت ان انا اختمها بحاجة مميزة، فقررت ان انا اعمل لكم عروسة المولد من البايب كلينر بالشكل الكيوت ده بطريقة سهلة جدا وبسيطة. كل سنة وانتم طيبين وكل الأمة الإسلامية بخير وصحة وسعادة بمناسبة ان النهاردة المولد النبوي الشريف. وبصراحة انا حبيت شكل العروسة جدا والتفاصيل الصغيرة اللي فيها، خصوصا لما تعرفوا كمان ان جزء كبير من الفستان معمول من ازازة بلاستيك، ايوه زي ما انتوا سمعتوا كده. وشوفوا بقى النتيجة اصلا عاملة ازاي، حاسة انها اللهم بارك كده طالعة كأنها اميرة من اميرات ديزني. فلو بتحبوا النوعية دي من الافكار تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا عملنا الفكرة القمر دي ازاي خطوة بخطوة. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو دي اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي اعملوا لايك حلو زيكم، وانزلوا حالا اشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا اشعار مني بكل جديد انا بقدمه. ويلا بينا على الادوات. هنحتاج بايب كلينر باللون البينك عشان نعمل منه الفستان، وبايب كلينر كمان باللون الابيض للتزيين، وعروسة بلاستيك صغيرة لو متاحة عندكم في البيت او ممكن كمان تشتروها من اي مكتبة. وهنحتاج ازازة بلاستيك كده 2 لتر يكون شكلها بنفس الشكل ده كده، عشان لو هنستخدم منها الجزء العلوي اللي شبه القبة ده اللي هيكون قاعدة الفستان المنفوش بتاعتنا. وكمان هنحتاج مقص وقطر ومسدس شمع. وبس، هي دي كل الادوات اللي احنا هنحتاجها، ويلا بينا على اول خطوة. اول حاجة هنبدأ بيها وهي الازازة البلاستيك، هنستخدم الجزء العلوي منها، الجزء اللي عامل زي القبة ده، عشان هو اللي هيدينا شكل الجبونة بتاعة الفستان المنفوش. هحدد الاول الطول المناسب للعروسة، وبعد كده هبدأ ان انا اقص الجزء الزيادة. هجيب بقى القطر كده واعمل فتحة صغيرة على البلاستيك، وبعد ما عملت الفتحة هقدر بقى ادخل المقص كده وابدأ ان انا اقص بسهولة لحد ما اوصل للجزء اللي انا محتاجاه. بعد ما قصيت الجزء اللي انا هستخدمه للفستان بساوي الشكل كده بالمقص عشان يكون الجزء ده متساوي. بعد ما سويت الشكل كده قررت ان انا اخد الغطا بتاع الازازة واعمل منه فكرة كمان، قلت ان انا اعمل كده برنيطة حلوة للعروسة بتاعتي بما ان الشعر بتاعها خفيف. هتشوفوا الطريقة بتاعتها كمان شوية. اما بقى دلوقتي فهنقص كمان الجزء اللي فوق هنا بتاع الغطا، لاننا محتاجين كده فتحة تدخل منها العروسة وتكون الوسط بتاع فستان العروسة. بنجيب القطر كده وشلنا الجزء ده، وطبعا لازم اجربها على العروسة عشان اتأكد ان المقاس مناسب وانها تدخل وتطلع بسهولة. بشيل كده هدوم العروسة وبدخل كده العروسة جوه قاعدة الفستان اللي احنا عملناها من الازازة البلاستيك. تمام كده، المقاس مناسب جدا والوسط مظبوط جدا على وسط العروسة. ودلوقتي بقى نبدأ نغطي قاعدة الفستان بالبايب كلينر. هجيب كده عود بايب كلينر باللون البينك وهبدأ ان انا كده اقسمه بالنص كده بايديا بالشكل ده. وقبل ما اقسمها بالمقص لازم اتأكد الاول من الطول بتاع العود بتاع البايب كلينر ان هو مناسب للفستان ولا لأ. بعد ما اتأكدت خلاص ببدأ ان انا اقسمها بالمقص بالشكل ده، وهعمل العود التاني بالنص بالشكل ده كده واقسمه بالمقص. اهم حاجة نتأكد ان كلهم كده متساويين في الطول بالشكل ده. وعملت كمان كمية كده بنفس الطريقة عشان احنا محتاجين نغطي البلاستيك بالكامل، ومش عايزين يكون في اي فراغات كده في الفستان بتاعنا ولا يكون في اجزاء من البلاستيك تكون باينة. ودلوقتي هبدأ اثبت اول عود على قاعدة الفستان من فوق كده، بتن الطرف ده لجوه كويس عشان يثبت، وبعدين انزل بالعود لتحت كده واتن الطرف التاني لجوه برضو. وبكده العود بقى ثابت من الناحيتين من غير اي مسدس شمع. وببدأ احط العود اللي بعده بنفس الطريقة، وهفضل بقى مكملة كده بالشكل ده لحد ما اغلف القاعدة بتاعة الفستان بالكامل. المرحلة دي محتاجة شوية صبر، بس هي من اهم مراحل الفكرة لان الشكل الفستان النهائي بيعتمد عليها. وكل ما الاعواد بتكون قريبة من بعض ومتوزعة بشكل متساوي هيطلع الشكل كده مليان ومنفوش وشكله اجمل. وهنا بدأت احس ان قطعة البلاستيك اللي كانت قدامي من شوية بدأت فعلا تتحول لجزء من الفستان، وعشان كده ما تستعجلوش في الخطوة دي، خدوها واحدة واحدة وحاولوا تثبتوا كده كل عود كويس. زي ما انتوا شايفين الطريقة سهلة جدا، كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنثبت طرف العود من فوق ومن تحت كده على القاعدة البلاستيك اللي احنا عملناها للفستان، وبتثبت بكل سهولة من غير ولا نقطة شمع. هفضل بقى مكملة بنفس الطريقة كده لحد ما اغطي الجزء كله. وبصوا بقى شكل الجبونة بعد ما اتغلفت بالكامل، وكده بقى معانا الجيبة المنفوشة بتاعة الفستان بقت جاهزة وشكلها تحفة.
ودلوقتي بقى هنبدأ تغليف الجزء العلوي من الفستان. باجيب كده مسدس الشمع وباجيب العروسة، وابدأ ان انا كده احط كده نقطة شمع على وسط العروسة بالشكل ده من ورا ومن قدام، وباجيب كده عود البايب كلينر وبثبت كده طرف العود على جسم العروسة كده من عند الوسط، وابدأ ان انا الف كده عود البايب كلينر بالشكل ده. وبعد كده اكمل لف كده البايب كلينر حوالين جسم العروسة من عند الصدر كده والبطن، وكل ما العود بيخلص بثبت الطرف التاني بنقطة شمع صغيرة واوصل بعود تاني واكمل لف، وهفضل بقى مكملة بنفس الطريقة لحد ما اغلف الجزء العلوي كله ويتغطى كده ويبقى شكله حلو. وهنا حبيت اعمل ستايل لشكل الفستان من فوق كده عشان يبقى شكله كيوت وناعم، فهخلي منطقة الكتفين مفتوحة كده زي فساتين الاميرات. بجيب كده مسدس الشمع بحط نقطة شمع كده على منطقة الصدر من فوق كده من عند الاكتاف، وبجيب كده عود البايب كلينر وبعمله كده شبه القوس كده بطريقة بسيطة جدا، وابدأ ان انا اثبتها كده على الصدر بتاع الفستان، وهثبت الجزء من ورا بنقطة شمع برضه عشان يثبت مكانه، وهعمل طبقة تانية تحتها بنفس الطريقة. بلف باقي العود الزيادة كده ببدأ ان انا كده احط نقطة شمع تاني كده تحت كتف العروسة، وببدأ ان انا اثبت بقى الطبقة التانية بنفس الطريقة بالشكل ده كده، وبنقطة شمع بثبت باقي العود في ظهر العروسة. وبكده بقى معانا الجزء العلوي من الفستان جاهز. ودلوقتي بقى جه دور نركب العروسة جوه الجيبة المنفوشة. هندخلها كده بالراحة جوه الجيبة من فوق واظبطها كده من عند الوسط، وبصراحة هنا الشكل بدأ يتغير تماما. وعشان احدد بقى الخصر كده وافصل الجزء العلوي عن الجيبة هجيب عود بايب كلينر باللون البينك والفه حوالين وسط العروسة، وده هيخلي الفستان شكله مرتب اكتر. بجيب العود كده وبلفه حوالين الوسط بالشكل ده كأني بربط كده الجزء العلوي بتاع العروسة بالجزء السفلي، كأني بعمل كده زي تثبيتة ليها. والبايب كلينر هنا بنثبته كويس جدا في الظهر بنقطة شمع. ودلوقتي بقى جه وقت ان احنا نحط شوية لمسات حلوة كده للفستان باللون الابيض. بجيب كده عصاية شيش طاووق او اي عصاية رفيعة وبلف عليها عود البايب كلينر الابيض بالكامل، وافضل الف العود كده حوالين العصاية لحد ما يعمل الشكل المموج ده. وبعدين هطلعه بالراحة من العصاية وبشده شدة خفيفة كده عشان نحافظ على التمويجات اللي فيه. وشوفوا بقى التمويجة طلعت حلوة ازاي. هثبتها بقى حوالين الوسط كده، ممكن اعمل طبقتين فوق بعض كده حوالين وسط العروسة عشان تديني كده شكل اوضح واجمل. والطرفين الزيادة من ورا كده ببدأ ان انا اثبتهم بمسدس الشمع. ولو انتوا وصلتوا معايا للدقيقة دي ونسيتوا تحطوا لايك، ياريت تحطوا لايك حلو زيكم عشان تشجعوني ان انا اقدم لكم كل جديد، وعشان كمان تقدروا ان انا بعمل لكم الفيديوهات دي في عز الحر من غير مروحة طبعا وانا بصور، علشان خاطر المروحة بتعارض في اضاءة التصوير. وكمان ببقى بتلسع كتير جدا من المسدس بتاع الشمع. طبعا الحاجات دي كلها بتتشال في المونتاج، فياريت تقدروا تعبي عشان اقدم لكم افكار اجمل واحسن الفترة اللي جاية. ونفس الفكرة هعملها في نهاية الفستان. هلف البايب كلينر الابيض حوالين العصاية واطلعها بالراحة جدا، وابدأ ان انا اثبتها على طرف الفستان بمسدس الشمع، واعمل كذا واحدة جنب بعض لحد ما اعمل اطار ابيض حوالين الفستان كله بالكامل. طلع الشكل كده من العصاية، بس من المرة دي مش بشده، بخليه كده بنفس الحجم بتاعه. وهجيب بقى مسدس الشمع كده وهبدأ ان انا كده احط على طرف الفستان من تحت كده نقطة شمع بالشكل ده كده، وهثبت بقى عليها الجزء ده كده بالشكل ده. وهعمل كذا واحدة بقى علشان خاطر ان انا اكمل بقية الاطار بنفس الطريقة. الجزء ده بياخد وقت شوية، بس بصراحة هو من اكتر الاجزاء اللي بتحلي شكل الفستان، لان اللون الابيض مع البينك عامل تباين حلو جدا، وكمان التموجات دي بتدي شكل كده حلو للفستان. وهنا ممكن كل واحدة تعمل الشكل اللي هي حاباه، ممكن تخلي التموجات دي صغيرة او كبيرة، او حتى تستخدم لون مختلف غير الابيض. لكن انا اخترت اللون الابيض عشان احافظ على شكل الفستان الناعم واخليه كده شبه فستان الاميرات. حبيت ان يكون اللون بينك في ابيض بس ما يكونش في الوان تانية مثلا زي الموف او اي لون تاني. طبعا الفكرة قدامكم تقدروا تنفذوها باي لون انتوا تحبوه، انا بس مجرد ان انا بنقل لكم الفكرة وانتوا بتعملوها باي لون انتوا تحبوه، مش شرط البينك والابيض.
ودلوقتي بقى جه وقت ان احنا نعمل البورنيطة للعروسة. بما ان شعرها خفيف قررت اعمل لها بورنيطة صغيرة كده تكمل شكل الفستان. هجيب قطعة مربعة كده من ورق الفوم واتنيها من النص واقصها مرة بالطول ومرة بالعرض عشان اعمل فتحة في النص كده يدخل منها راس العروسة. وبعدين هثبت غطا الازازة على الفوم بمسدس الشمع كده. بجيبه وببدأ ان انا احط نقطة شمع كده على الحواف بتاعة الغطا بالشكل ده. وهبدأ ان انا الزقها على قطعة الفوم علشان ادي البورنيطة كده شكل فوليوم كده ويبقى شكلها منفوخ من فوق كده. هجيب قطعة صغيرة من منديل واكورها كده بايديا على شكل كورة صغيرة. وبعد كده هثبت الكورة دي بمسدس الشمع كده فوق الغطا. بحط نقطة شمع كده على الغطا من فوق وبثبت الكورة دي هتساعدني ان البورنيطة تاخد الشكل اللي انا عايزاه بدل ما تطلع مسطحة. دلوقتي بقى هنغلف البورنيطة بالبايب كلينر. هجيب كده عود بايب كلينر باللون البينك وهلف اول جزء من العود كده حوالين نفسه واثبت البداية كده بنقطة شمع فوق قطعة المنديل كده. وبعد كده هفضل الف العود حوالين البورنيطة كده واثبت كل جزء بمسدس الشمع. اكمل بقى لف كده لحد ما اغطي الجزء اللي انا عايزاه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بقى هكمل على الحواف. بجيب بايب كلينر تاني وببدأ ان انا الفه كده حوالين الحواف بالشكل ده لحد ما اوصل للحجم المناسب اللي انا عايزاه للبورنيطة. وده كده بقى شكلها. وطبعا البورنيطة محتاجة شوية تزيين هي كمان. هجيب شريط تزيين كده لولي ابيض رفيع عندي وابدأ ان انا الفه كده حوالين البورنيطة وهلزقه كده بمسدس الشمع وده هيخلي شكلها الطف وكمان هيخليها متناسقة مع تفاصيل الفستان. وبعد ما الفه كله كده هقص الزيادة بالمقص. بعد كده بقى بالمقص كده هشيل الزيادة من الورق بتاع الفوم. بقص كده الجزء الزيادة كده حوالين البورنيطة بالشكل ده بشكل دائري. وبعد كده الاجزاء الزيادة داخل الغطا من جوه كده هبدأ برضو ان انا اشيلها كده بالمقص بالشكل ده. وده علشان لما نلبس العروسة البورنيطة ما يكونش فيها اي كلكعة او اي اطراف زيادة. ودلوقتي هنظبط شعر العروسة. بجيب كده الاستك وهبدأ ان انا الم شعر العروسة كده بما انه خفيف كده. هجيب شعرها لقدام بالطريقة دي وبالاستك كده هبدأ ان انا اربطه كده بالشكل ده كأني بعمل لها قصة بسيطة كده على جنب عشان يبقى شكلها شيك كده وكأنها عاملة ستايل مخصوص للبورنيطة. بظبط بقى شعرها كده على الجنب اللي انا عاوزاه بالشكل ده. ودلوقتي بقى هجيب البورنيطة ومسدس الشمع وهبدأ ان انا احط كده نقطة شمع كده على البورنيطة من جوه علشان اثبتها على دماغ العروسة. وبصوا بقى الجمال بعد ما العروسة كده لبست البورنيطة وبقى شكلها تحفة. تحس ان البورنيطة كده كملت شكل الفستان وخلت العروسة كده كأنها أميرة من أميرات ديزني. ودلوقتي بقى جه وقت الجزء الممتع بالنسبة لي ألا وهو التزيين والفينش النهائي للعروسة. هاخد كده لولي أبيض بحجم صغير وهضيف حلق كده للعروسة. وبعد كده هجيب لولي أبيض حجم متوسط وهبدأ أحطه كده على الفستان بشكل عشوائي بسيط. ومش عايزة أزود التزيين قوي عشان أفضل محافظة على شكل الفستان الناعم. فهحط شوية لولي كده على الجيبة من تحت وكمان هضيف من فوق كده على الجزء العلوي من الفستان كده بعض اللولي كده الصغير. وممكن كل واحدة فيكم توزع لولي بالطريقة اللي تعجبها لان دي اكتر خطوة ممكن تغير شكل العروسة وتخلي كل واحدة تطلع كده شكل العروسة بتاعتها مختلفة عن التانية مع ان التزيين هو نفسه نفس التزيين. وكارت اللولي الابيض ده بتجيبوه من اي محل مستحضرات تجميل او من اي محل خردوات. ترى واخيرا ده بقى الشكل النهائي لعروسة المولد بعد ما زينتها بالكامل. بصراحة انا فرحت بيها جدا لانها طلعت احلى حتى مما كنت متخيلة. قولي بقى ايه رأيكم في العروسة القمر دي؟ هل الفكرة دي تستاهل انها تكون اخر فكرة في السلسلة؟ انا بصراحة حبيت جدا شكل الفستان بعد ما غطيناه بالكامل بالبايب كلينر. بصوا شايفين الفستان المنفوش والتموجات اللي باللون الابيض واللولي والبورنيطة الصغيرة. بصولي بجد على التفاصيل. شايفين فرقت جدا ازاي في شكل العروسة النهائي؟ بجد شكلها قمر قوي في الحقيقة. اللهم بارك احلى من التصوير مليون مرة. بصراحة حبيت شكل عروسة المولد جدا والتفاصيل الصغيرة اللي فيها خصوصا ان جزء كبير من الفستان كان معمول من ازازة بلاستيك زي ما انتوا شفتوا. حاسة انها طالعة كأنها اميرة من اميرات ديزني. ولا انتوا ايه رأيكم في القمر اللي انتوا شايفينها قدامكم دي؟ وبكده نكون خلصنا فكرة رقم 10 والأخيرة من سلسلة 10 أفكار ممتعة وسهلة من البايب كلينر. 10 أفكار خلصوا وكل فكرة حاولت أخليها مختلفة ومميزة عن اللي قبلها.
قولولي بقى في الكومنتات ايه اكتر فكرة حبيتوها في ال10 افكار اللي انا قدمتها لكم في السلسلة بتاعة البايب كلينر. لو فاتكم اي فيديو في السلسلة هتلاقوا باقي الافكار عندي على القناة، وهسيب لكم طبعا لينك الفيديوهات دي في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا اشعار مني بكل جديد انا بقدمه. اشوفكم على خير في فيديو جديد وفكرة جديدة. بحبكم جدا، سلام.